زي ما حضراتكم شايفين على الشاشه يا جماعه، ده مسرح الجريمه ودي الثلاجه اللي كان مدفون تحتها الدكتور اسامه. شالوا الثلاجه وبداوا يحفروا لحد ما استخرجوا جثه الدكتور اسامه رحمه الله عليه، ويبدا يتم الترويج ان جثه الدكتور اسامه رحمه الله عليه اللي تم استخراجها من القبر او من الحفره وتم تشريحها اتغيرت. طب لو الكشف الظاهري زي ما بيقولوا الجثه متغيره، تحليل الاحشاء وضعه ايه؟ طب لو هو خرج قبل ميعاد الساعه 7:30، كاميرات المراقبه هتجيبه 7:30 ومش هتجيبه قبل التاريخ ده؟ في حاجات اخرى، في جرائم اخرى غير مؤثره في الدعوه بالمناسبه ارتكبت ولم تعلن. وهنا تحديدا يا جماعه هو السؤال، مين اللي عايز يفتح التحقيق مره تانية وايه مصلحته من فتح التحقيق؟ طب تخيلوا حضراتكم معايا مشهد جثه الدكتور اسامه رحمه الله عليه وهم بيطلعوها من القبر او الحفره اللي كانوا عاملينها له. والله يا جماعه المشهد مأساوي جدا، فعلا انا بكيت حرفيا على شاب في مقتبل حياته شفته وهو جثه هامده بعد ما طلع بعد ما اتدفن ب9 ايام. مكملين مع حضراتكم في تغطيه قضيه الدكتور اسامه رحمه الله عليه طبيب الساحل، وخصوصا اللي في الكام يوم اللي فاتوا دول بدات تطلع معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي كان لازم نطلع ونعلق عليها مع حضراتكم في حلقه النهارده. زي مثلا ايه حقيقه استخراج جثه الدكتور اسامه رحمه الله عليه واعاده تشريحها مره تانية، ومين هو اللهو الخفي او الطرف الرابع اللي بيتكلموا عليه على مواقع التواصل الاجتماعي. الاهم من كل ده، ليه في ال 48 ساعه اللي فاتوا بدأ يتم ترويج بعض الشائعات شفتها على مواقع التواصل الاجتماعي ان جثة الدكتور اسامة رحمة الله عليه اتبدلت قبل ما يتم تشريحها بمعرفة الطب الشرعي. وايه حكاية الساعتين اللي مش موجودين في كاميرات المراقبة بمستشفى معهد ناصر؟ علشان ما اطولش على حضراتكم يلا بينا نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام ويلا بينا نبدأ الكلام. خلينا نبدأ مع حضراتكم بالمطالبات اللي بدأت تطلع على مواقع التواصل الاجتماعي بإعادة فتح التحقيق مرة أخرى في قضية الدكتور أسامة رحمة الله عليه طبيب الساحل. وهنا عايزين نسأل نفسنا سؤال في غاية الأهمية قبل ما نخش في مضمون الحلقة ونرد على الأسئلة اللي قلناها في بداية الحلقة. هل النيابة بعد ما تنتهي من التحقيقات وتحيل الموضوع لعدالة المحكمة الموقرة ممكن نقدم طلب عشان نفتح التحقيقات مرة تانية؟ الإجابة بكل بساطة ممكن، لكن المحكمة هي دلوقتي بولاية قرارها اللي متولية القضية دي. يعني بمعنى أصح لو المحكمة فتحت تحقيق في الواقع وده من سلطتها ما ينفعش تفصل في الدعوة. وهنا تحديدا يا جماعة هو السؤال، مين اللي عايز يفتح التحقيق مرة تانية وايه مصلحته من فتح التحقيق؟ مش بكل بساطة القيد والوصف بيأكد ان المتهمين دول او القتلة دول هم اللي عملوا كده؟ طب احنا عايزين نفتح التحقيق مرة تانية ليه؟ ده مجرد تساؤل انا بطرحه مع حضراتكم. لكن ده هينقلني للنقطة التانية والأهم من وجهة نظري، وهو تقرير الصفة التشريحية اللي بدأ يتم التشكيك فيه على مدار الأيام اللي فاتت. وأنا سبق وقلت لحضراتكم اللي احنا كلنا ثقة في مؤسسات الدولة وضد التشكيك في أي مؤسسة حكومية. لكن لما أدخل على مواقع التواصل الاجتماعي يا جماعة واسمع بعض الشائعات ويبدأ يتم الترويج إن جثة الدكتور أسامة رحمة الله عليه اللي تم استخراجها من القبر أو من الحفرة وتم تشريحها اتغيرت، فأعتقد اللي احنا لازم نقف هنا ونحط مليون خط. بكل بساطة هعرض على حضراتكم دلوقتي مقطع فيديو من داخل مسرح الجريمة أثناء استخراج جثة الدكتور أسامة رحمة الله عليه من مسرح الجريمة. زي ما حضراتكم شايفين على الشاشة يا جماعة، ده مسرح الجريمة ودي الثلاجة اللي كان مدفون تحتها الدكتور أسامة. شالوا الثلاجة وبدأوا يحفروا لحد ما استخرجوا جثة الدكتور أسامة رحمة الله عليه. وللأسف يا جماعة أنا مش هقدر أعرض على حضراتكم صور الدكتور أسامة أو مقاطع الفيديو الخاصة بالجثة لأنها مشاهد صعبة جدا، واحتراما لحرمة الميت لأن ما قبلش اللي مشاهد زي دي توصل لوالدة الدكتور أسامة رحمة الله عليه، لأن فعلا مشاهد مأساوية. وهنا هنقف مع حضراتكم وهنسأل نفسنا سؤال مهم جدا، تقرير الصفة التشريحية مش هيعرف يميز بين جثة الدكتور أسامة ولا لا؟ طب لو الكشف الظاهري زي ما بيقولوا الجثة متغيرة، تحليل الأحشاء وضعه ايه؟ اعتقد ان الكلام ده بيتقال في الوقت ده تحديدا قبل جلسة 2/10، لان بكل بساطة محامين المتهمين طلبوا مناقشة الطبيبة الشرعية في التقرير. يعني ببساطة كده يا جماعة الدفوع مبنية على تقرير الطب الشرعي. وهنا في سؤال مهم جدا لازم اوجهه لنفسي ولحضراتكم، بما ان المعلومات دي منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ليه لحد الوقت اللي احنا بنتكلم فيه مع حضراتكم دلوقتي ما تمش تقديم بلاغ رسمي بالمعلومات دي؟ طب ليه ما تقدمش في الجلسة اللي فاتت؟ طب ليه بيتقال على مواقع التواصل الاجتماعي مش في ورق رسمي؟ اعتقد اللي هنا في علامة استفهام كبيرة ومحتاجة اجابة. وده ينقلني بقى للنقطة التانية اللي كنت عايز اتكلم فيها مع حضراتكم، وهي بخصوص الساعتين اللي ما تمش تسجيل فيهم فيديوهات داخل مستشفى معهد ناصر
لان كان اخر ظهور من واقع تحقيقات النيابه العامه للدكتور اسامه الساعه 5:35. بعد كده ظهر عن طريق كاميرات الشارع الساعه تقريبا 7:30. هنا برضه هطرح مع حضراتكم تساؤل، لو افترضنا ان الدكتور اسامه الساعه 5:30 ما كانش ليه اي وجود داخل المستشفى وظهر تحديدا الساعه 7:30، طب لو هو خرج قبل ميعاد الساعه 7:30 كاميرات المراقبه هتجيبه 7:30 ومش هتجيبه قبل التاريخ ده؟ ده مجرد سؤال برضه انا بطرحه مع حضرتك. الكلام الاهم من كل ده لو ربطنا كلام الدكتور رائد انه كان بيجي يوم السبت تحديدا وبيعمل اكتر من عمليه لانه دكتور منتدب والدكتور اسامه مساعد ليه، فاعتقد ان داخل غرفه العمليات مفيش كاميرا مراقبه. هنا هنرجع ونسال نفسنا من 5:30 ل 7:30 الدكتور اسامه كان عنده عمليات ولا لا؟ كان عنده كشف وفي كاميرات مراقبه في المكان اللي هو فيه ولا لا؟ طب لو افترضنا اللي هو خرج زي ما بيتقال على مواقع التواصل الاجتماعي، ليه كاميرات المراقبه ما رصدتوش الا الساعه 7:30 و5؟ الكلام اللي انا بقوله لحضراتكم ده معيش اي دليل عليه، لكن هو مجرد تحليل الموقف من واقع الاوراق ومن واقع اقوال شهود الاثبات. واعتقد ان الجهه الوحيده اللي ممكن ترد على سؤال زي ده هي مستشفى ناصر نفسها. وده هينقلني بقى لاخر نقطه كنت عايز اتكلم فيها مع حضراتكم في حلقه النهارده، وهي بخصوص اللهو الخفي او الطرف الرابع او الطرف الخامس اللي دايما في اي قضيه بنسمع عنه. بكل بساطه يا جماعه زي ما قلت لحضراتكم في اكتر من حلقه، اللي اي قضيه بنناقشها من واقع اوراق ومستندات واقوال الشهود واعترافات المتهمين نفسهم وادله الثبوت داخل القضيه. لما نشوف بقى يا جماعه كلام عكس اللي بيتقال في الاوراق فلازم نقف عنده ونحط مليون خط. اتقال لي في احد الدكاتره وانا مش هذكر اسمه لان مفيش اي اتهام مباشر ليه من النيابه العامه كان موجود في الموقع الجغرافي بتاع عياده الدكتور شحته. ولما بدات ادور ورا الموضوع ده اكتشفت ان الراجل ده كان ساكن في نفس المنطقه او بمعنى اصح جنب عياده احمد شحته. هنا هنسال نفسنا سؤال مهم جدا، هل في اي كاميرا مراقبه رصدت حد غير الثلاث متهمين الموجودين في القضيه؟ الاجابه بكل بساطه لا. هل المتهمين نفسهم اعترفوا على اي حد داخل القضيه؟ الاجابه بكل بساطه لا. في اتقال على مواقع التواصل الاجتماعي اللي فيه لهو خفي ومسنود وقوي، وانا بقول لحضراتكم اللي في مصر مفيش حد فوق القانون والكل امام القانون سواسيه. واعتقد ان اي مجرم وحبل المشنقه على رقبته مش هيتهاون للحظه واحده ان يعترف على اي حد لو كان متورط معاه. فحته الطرف الثالث والطرف الرابع واللهو الخفي والكلام ده، كل الكلام ده ليس له اي اساس من الصحه لانه مش متواجد في الاوراق او في التحقيقات. الخلاصه عشان ننهي الجدل مع حضراتكم في الكلام اللي اتقال على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتقد ان مفيش اي مواطن عربي مسلم غيره على دينه وبلده ممكن يشوف الدكتور اسامه في موقف زي ده وما يتعاطفش معاه. طب تخيلوا حضراتكم معايا مشهد جثه الدكتور اسامه رحمه الله عليه وهم بيطلعوها من القبر او الحفره اللي كانوا عاملينها له. والله يا جماعه المشهد مأساوي جدا. فعلا انا بكيت حرفيا على شاب في مقتبل حياته شفته وهو جثه هامده بعد ما طلع بعد ما اتدفن ب9 ايام. صدقوني يا جماعه المشهد صعب جدا ومشهد مؤلم على اي حد ممكن يشوف مشهد زي ده. طب تخيلوا بقى الام ممكن يحصل لها ايه لو شافت مشهد زي ده. قلتها في الحلقه اللي فاتت وهكررها تاني، كلنا ثقه في القضاء المصري وكلنا ثقه في النيابه العامه المصريه اللي قامت بدورها على اكمل وجه، وان شاء الله كلنا يوم 2/10 هنطلع هنا على المنصه دي وهنحتفل بحكم القصاص من قتلة الدكتور أسامة رحمة الله عليه. أنا بقول كلمة حق ابتغاء مرضات ربنا ولا أخشى في الله لومة لائم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.